فصل مانجة ون بيس 1174 بعنوان الأقوى في العالم. في بداية الفصل بنشوف سوميرز دلوقتي ان هو مصدوم بسبب وحش الكابوس اللي وقع في الغيوم وادى ان هو يعمل فجوة كبيرة. بيقول تبا لوحش الكوابيس ذلك. ونشوف بقى انه الغيمة وقعت فعلا والبحر مفيش اصلا بحر، يعني هيقع في عالم الموتى. وبنشوف برضو سوميرز بيقول يا ويلي لا يمكنني ايقاف تأثير الاسهم، بيقول لك سيرتطم الاطفال. بنشوف سوميرز ان هو قلقان على الاطفال ليه؟ علشان هو اصلا كان المفروض هياخدهم من الارض المقدسه. انا مش فاهم سوميرز ده جاي منين، ده كائن بشع. هنشوف خلال الفصل هو هيعمل ايه. حرفيا الانسان ده او الكاركتر دي اللي عملها اودا عملها بابداع، بس في نفس الوقت مقززه. تحس ان هو خليط بين القرف وبين النرجسيه وما بين كذا حاجه كده، خلاط مع ما تفهملوش حاجه بجد، والله العظيم ما تفهملوش حاجه. فاحنا هنشوف هو هيعمل ايه، استنوا اسبوع. بعدين بنشوف ان هو بيتواصل مع جونكو انها توقف تأثير الأسهم علشان الأطفال ما يقعوش، بس بيفتكر إنه في مسمى متحكم بيها، فبيقول عامة هي دي هتبقى غلطته. وبنشوف بصة على وشه معفنة، بيقول لك إن هو مبسوط وهيحس بالنشوة ويقعد يضحك إنه العيال هتموت مع آبائهم. وبنشوف برضو في الفصل ده إنه الآباء الخاصين بالأطفال والمدرسين وكل الناس جايين إن هم ينقذوا أبنائهم، بس للأسف بيتشوكوا. وفي الآخر نشوف إنه الأبناء والآباء بيقعوا جوه الهاوية، بس بعد أحداث كده درامية هنشوفها برضو خلال الفصل. وبيحصل فلاش باك لكل طفل مع أبوه ومع الشخصية اللي هو كانت بتربيه، زي المدرس زي الأب زي الجد زي الأخ. وبنشوف ان الاطفال كانوا عناديين قوي وكانوا يعتبر شبه ان هم بيبجحوا مع الاباء بتوعهم، بس للاسف بيندموا على ده وفي الاخر بيطلبوا ان هم ما يموتوش. بنشوف برضو بنا الاسطوري للكائن اللي انا مش فاكر اسمه ده، برضو من الفرسان المقدسين اللي هو نص خيل ده. بنشوف بيقول ما الذي يفعله سومير، فقد بذلنا مجهودا لايصالهم الى الميناء. ولسه لحد دلوقتي بنشوف الاحداث بتاعت انهم عمالين يتصابوا بسبب الاشواك بتاعت سوميرز. وسوميرز طبعا مبسوط بالموضوع ده قوي، بيقول ان هو مش حابب ان هو يعمل حاجه، هو بس عاوز يتفرج انه العيال والاباء بتوعهم يقعوا في الهويه ويموتوا. ده قمه الضحك بتاعه، مش فاهم ليه. وبعدين بنلاقي ريبيكا زوجة سكوبر جبان بتحضن ابنها وابن جبان، وفي الاخر بيقعوا. وفي مشهد اسطوري بنشوف لوفي متمدد على هيئة عجينة كبيرة او تقريبا حاجة زي المنفاخ كده، وبيستقبل العمالقة اللي واقعين من فوق، وهو على ظهر حاجة احنا لسه ما شفناهاش، حاجة تحس ان هي جبال او ما نعرفش ايه، بس هنشوف خلال. فبنلاقي لوفي بيتحدث مع العمالقة بيقول لهم انا انقذتكم، فهم بيستغربوا ان ده لوفي. وبيشوفوا برضو انه لوكي بيتكلم، فبرضو بيستغربوا اكتر ان لوكي بيتكلم. عامة لوكي بيقول لهم انا مش مطلوب ان انا اساعدكم، بس عشان انا اصلا مدمر فما ينفعش ان انا اساعدكم او اساعدكم، انتوا اصلا حاجة لا تعني. وبعدين في بنا الاسطوري بنلاقي الباف كلها بتتهز، ويعني بيحصل زي ايه، زي ما حصل في ارك الايج هيد لما لقينا الارض كلها بتتهز بسبب تحول لوفي. هو بيحصل نفس الحوار. وبعدين بنشوف الصدمه بتاعه سوميرز وجونكو اللي هي ايمو بسبب طبول التحرير بتاعه لوفي، فدلوقتي بيفرحوا الباف ان دي طبول التحرير وعرفوا ان نيكا وصل. وفي مشهد اسطوري بنشوف لوفي واقف على لوكي بيقول له يا لضخامتك كم هي مضحكه. وبينتهي الفصل، وللأسف مفيش فصل الأسبوع الجاي، فاحنا هنستنى أسبوعين لحد ما نشوف الفصل 1175. وده نهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو، عاوزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. وخلاص احنا عايزين على آخر الشهر ده نوصل ل 500 مشترك، فيلا يا أساطير. لايكي فيكتور، إلى اللقاء.